بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اذكروا الله يا حبايب قلبي وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تفرج بها الهموم وتفرج بها الكروب وتفك بها العقد ان شاء الله. النهارده بقى يا حبايب قلبي هنعمل حاجة كده بلدي على اصولها، البصارة الصعيد اللي على اصولها يا حبايب قلبي. بصوا دي وهنا كان عندنا حبة فول، هنعمل حبة فول وقوطة، وهنعمل حبة بطاطس جنبيهم وحتة جبنة، ويبقى الغدا بتاعنا النهاردة جاهز. وكل يوم يا حبايب قلبي جديد، وكل يوم مرة بطاطس، مرة حبة عدس، مرة لحمة، مرة فراخ، وهتمشي. ولازم نتماشى مع الظروف ونتعايش مع كل الأحوال، لأن في ناس ما بتاكلش البصارة. عملنا لهم حبة فول بقوطة، وأنا من عشاق البصارة والله. طعمها بجد يا بنات تحفة، بجد طعمها تحفة وجميلة قوي ما شاء الله. بص حبايب قلبي، هنا هرسناها بعد ما حطينا حبة الفول واتسلقوا على النار. حطينا معاهم بصلاية، حطينا معاهم بطاطساية تتسلق معاهم. بعد كده بنهرسهم او تضربيهم في الخلاط زي ما انت عايزة. بعد كده ترش لهم حبة ملوخية ناشفة. في ناس بتحط لهم حزمة خضرة، ما بتحطش الملوخية الناشفة، لكن احنا كصعايدة اتعودنا على كده، طلعنا لقينا اهالينا بتعملها كده. انا جربتها قبل كده بحزمة خضرة، كزبرة خضرة، بس للأسف معلش ما عجبتنيش، ودي أذواق في كل الأحوال يعني، كل واحد ياكل ايه الحاجة اللي تريحه. بعد كده حبايب قلبي تزودها، تفكها بحبة مية، تنزلي واحدة واحدة كده بحيث متطرش منك، تبقى مظبوطة. وكان طعمها يا بنات ما شاء الله عليها، كان طعمها حلو قوي. وعملنا جنبها حبة بطاطس محمرين. البطاطس كل ما تبقى رفيعة تنشف معاكي، لو عايزاها طرية خلي الصباع بتاعها والشرخة بتاعتها كبيرة. ونعمل بقى التومة بتاعت البصارة. ما تنسونيش يا حبايب قلبي في اللايك وكومنت جميل كده من ايديكم. ربنا يكبر بخاطركم في الدنيا والآخرة يا رب. يا رب يكبر بخاطر كل من يكبر بخاطره يعمل لي لايك ويعمل لي كومنت يا رب. يا رب اكبر بخاطره في الدنيا واكبر بخاطره في الآخرة يا رب. كل من يعمل لي لايك ويعمل لي كومنت يا رب. يا حبايب قلبي تفاعلوا مع القناة، بجد القناة واعية اوي، ياريت تتفاعلوا مع القناة شوية، وياريت تعملوا لي لايكات. انتوا عارفين اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. ياريت تعملوا لي لايك يا حبايب قلبي، فضلا من سيادتكم. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي يا رب. هنا بعد ما زودناها حبة المية وحطينا لها حبة الملوخية هنغليها على النار، وبعد كده هنطشها بالتومة، تتعاملي معاها زيها زي العدس عادي، مفيش اي تفرقة. بس العدس بيتحط له قوطة وجزر وحاجات، لكن هي ما بيتحط لهاش ولا قوطة ولا جزر. وهنطشها بقى دلوقتي. وما تخليش التومة تغمق منكم يا بنات، لان التومة لما بتغمق منكم بتمرر الاكل. خلي بالكم لو عملت تومة في اي اكل، في اي خضار، بامية، ملوخية، عدس، بصارة، اي حاجة محتاجة منك طشة تومة، لو غمقت منك طشة التومة هتلاقي الاكل طعمه ممرر. فعشان كده خلوا بالكم يا حبايبي، وخصوصا البنوتات الصغننين اللي لسه بيخشوا المطبخ، خلوا بالكم تخلوا التومة ذهبي، تخليها ذهبي كده، صفر ذهبي. وربنا يا رب يعلمنا ويرزقنا يا رب الإخلاص في القول والعمل، وربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. وكده البصارة الجميلة بتاعتنا خلصت. بصوا تستاهل بقكم والله، لو عملتوها بالطريقة دي ما هتبطلوا تعملوها تاني. وادي حبة البصارة، وادي حبة الفول بقوطة، وحبة البطاطس، وحبة مخلل، وحتة جبنة بقى هنطلعها